نذهب إلى موضوع آخر الآن، حيث قدم ريال مدريد لاعبه الجديد خوسيلو ليكون رابع صفقاته للموسم المقبل. جمال جبل يقربنا أكثر من لاعب يعود إلى القلعة البيضاء على غرار فران غارثيا وإبراهيم دياز. من هولندا، حيث لعب مباراتيه الثالثة والرابعة وسجل مع منتخب إسبانيا وتوج بلقب دوري الأمم، إلى فالديبيباس حيث تم تقديمه لاعبا جديدا لريال مدريد. خوسيلو يعيش حلما، أو بالأحرى يحقق حلما في 33 من العمر. كنت أحلم بهذه اللحظة منذ أن غادرت النادي. أنا متحمس جدا وأود أن أشكر الرئيس خوسيه أنخيل وكذلك كارلو أنشيلوتي على ثقتهم بي. فلورنتينو لم يبخل بالمديح على لاعب ترك ريال مدريد قبل 10 أعوام ليعود إليه مجددا، والجميع واثق من أنه سيحمل إليه إضافة يحتاجها. أنت واحد من لاعبين تكونوا لدينا ونجحوا في عالم كرة القدم بفضل موهبتك وقدراتك وبالقيم التي رافقتك دائما خلال مشوارك والتي ساعدتك بالتأكيد حينما احتجتها. هنا تعلمت ما لا ينساه أحد في ريال مدريد، لا نستسلم أبدا. خوسيلو أفضل هداف إسباني في الليغا الموسم الماضي ب16 هدفا خلف كريم بنزيما، والذي باختياره الرقم 14 يؤكد أنه لا يعتبر نفسه خليفة لنجم الريال الأسبق، أو ربما لأن النادي لا زال لم يغلق أبواب التعاقدات وأمل العثور على هداف نجم يكون رقم 9 من نصيبه. أعتقد أن أي لاعب في العالم سيفعل كل ما بإمكانه ليرتدي هذا القميص، وأعتقد أن الرقم أمر ثانوي بالنسبة لي، والأهم أن أكون هنا وأستمتع باللحظة. أنا لم أتي إلى هنا لخلافة أحد، أنا جئت لأقدم مساهمتي وأضع ما تعلمته في السنوات الأخيرة وأستمتع وأقوم بكل ما يطلبه مني المدرب. اللاعب المولود في شتوتغارت بألمانيا لعب في البوندسليغا والبريمير ليج إضافة إلى الليغا، حيث تألق الموسم الماضي ليثير انتباه المنتخب الذي لعب له 4 مباريات لحد الآن سجل فيها 3 أهداف حاسمة، مما يجعله دعما ذا خبرة لريال مدريد. فهل جاء في الوقت المناسب؟ لقد استمتعت في كل الأماكن التي تواجدت فيها وتعلمت كثيرا ما يفعله المهاجمون أمثالي. في الأخير سأسعى لأن أخذ شيئا من كل واحد. جئت لأساعد ومتحمس للبداية. العائدون وما أكثرهم في ريال مدريد. بعد فران غارثيا وإبراهيم دياز جاء الدور على خوسيلو ليحمل مجددا القميص الأبيض مع متطلبات أكبر من لاعب ذا خبرة وفريق في أمس الحاجة إلى هداف لن ينسي كريم بنزيما أيا كان. يبقى معنا جمال جبلي من مدريد للحديث عن هذه الصفقة. جمال، أهلا بك معنا. يبدو في تقديم خوسيلو بأنه شرح كثيرا لأنه ليس بديل لبنزيما، ويبدو كذلك أنه أسهب كثيرا في الشرح بأن عدم لبسه أو ارتدائه القميص رقم 9، نعرف دائما رقم 9 مربوط بالأساطير في ريال مدريد، وتفسيره للرقم 14. وبالتالي هل نتحدث عن أن الرقم 9 يبقى شاغرا إلى حين التعاقد مع مهاجم بصفقة كبيرة للريال؟ صحيح، سئل أكثر من مرة عن الرقم. لماذا الرقم 14 هو المهاجم، هو الذي حمل لما كان يلعب في الفريق الرديف لريال مدريد رقم 9، وفي الأندية المختلفة التي لعب فيها على ما أعتقد كلها، خصوصا الأخير نادي إسبانيول رقم 9 أيضا هو المهاجم الصريح. لماذا لم يأخذ رقم 9، علما بأنه أو يفترض أنه متاح؟ أقول يفترض لأن ربما حتى النادي لم يرد إعطاءه الرقم 9، مما يعني أن النادي الذي صرح مسؤولوه أن التعاقدات قد أقفلت لهذا الصيف، بأنه لم يقفل شيئا خصوصا ما يتعلق بالمهاجمين. وأتذكر أنا شخصيا سألت في آخر مباراة كارلو أنشيلوتي عن التعاقدات، لأنه في كل مرة نسأله يقول لا، لازالت هناك مباراة أخرى، لازالت هناك مباراة أخرى، لكن في المباراة الأخيرة ليست هناك من مباراة أخرى. قال
لأن يومها الجميع كان يعلم بأن كريم سيغادر، بأن أسانسيو سيغادر، بأن 4 مهاجمين، بأن ماريانو سيغادر، بأن هازار سيغادر، 4 مهاجمين. قال لي في إجابته أن النادي بما أن 4 مهاجمين سيغادرون علينا التعاقد مع 4 مهاجمين، لكن لحد الآن لم يتعاقد سوى مع مهاجمين، وهو إبراهيم دياز العائد من ميلان، وكذلك خوسيلو الذي أصبحت لديه الصفات الضرورية لأن يكون رأس حربة في ريال مدريد. لكن كيف له أن يكون هو رأس حربة ليخلف كريم بنزيما الذي كان يفعل كل شيء؟ استمعت إليكما قبل قليل تتحدثان عن 9.5. كريم بنزيما لم يكن هدافا فقط، بل كان صانع ألعاب، وكان كثيرا ما تنطلق الهجمات منه، هو الذي كان يرجع إلى الخلف لتنطلق معه الكرات مع فينيسيوس ومع رودريغو، وبالتالي هذا أمر ليس موجود لدى خوسيلو الذي يعتبر قاتل مساحات ومسجل للأهداف، وهو في صراحة النادي بحاجة إليه، لكن النادي بحاجة إلى مهاجم من عيار أكبر، من حجم أكبر. صحيح. مهاجم نجم، وهو ما ليس موجود لحد الآن في السوق. بالتالي اليوم عاد اسم آخر ليتردد، لكن بخفة إن صح التعبير، وهو اسم هاري كين. طيب نشرك الآن جمال كابتن طارق للحديث عن هذا الموضوع. كابتن طارق، خوسيلو ليس هو بكل تأكيد المعوض الرئيسي لكريم بنزيما، نعرف أن الحمل ثقيل، أن خوسيلو ليس بمستوى بكل تأكيد كريم بنزيما مع احترام إمكانيات هذا اللاعب، لكن كيف ترى هذه الصفقة الآن؟ التعجيل برحيل بنزيما أتى خوسيلو بشكل سريع؟ صحيح، لأنه أصلا كان مبرمج أنه يكون فيه لاعب إضافي، مهاجم صريح يساعد ويعطي يد المساعدة لكريم بنزيما في الموسم 23-24 هذا، بسبب الإصابات والغيابات اللي كان غاب فيها هذا الموسم بوجود بنزيما. لكن فجأة غادر بنزيما، تغيرت كل الحسابات، ولهذا أنا نظن خوسيلو راح يكون اللاعب الفوري، لكن مش لاعب المستقبل، لأنه راح يتريث ريال مدريد وياخذ قرار مهم جدا، يا إما ينتظر مبابي أو يتعاقد مع لاعب كبير مهاجم جمال هاري كين على غرار هاري كين. نعم. وفيه خيارات أخرى لاعبين للمستقبل، فيه لاعب الأندية الكبيرة كلها راهي تتحاور عليه، وممكن حتى ريال مدريد مؤخرا راح يتحاور معه، اللي هو راموس هويجلاند اللي لاعب أتلانتا، لاعب مستقبل، لاعب كثير ما يشبه بهالاند. هذه خيارات، لكن أنا نظن خوسيلو أرجع لبيته، لاعب اللي عنده خبرة كبيرة جدا سواء في ألمانيا مع شتوتغارت ومع هانوفر، في إنجلترا مع ستوك سيتي ومع نيوكاسل، في الحين رجع لإسبانيا، أول هداف إسباني ب 16 هدف. نعم. بعد بنزيما وليفاندوفسكي. أنا نظن راح يكون على الأقل إضافة وقتية فورية، لكن أنا نظن أنه ريال مدريد على مدار التاريخ دائما ما يتعاقد مع رقم 9 من عيار الثقيل. صحيح. ونظن راح يكون قريبا أسماء كثيرة.